هلا بتشوف شلون. انتوا اطلعوا على القارب واشربوا لكم كاسة عصير، عنا عصير كتير على القارب. يلا اطلعوا. كيف بدنا نطلع؟ هيك. نطي. عفوا ضربته باصبع رجلي. خلص روح. اسف يا شاب. وقف. يلا وقف. قوم لنتسلى شوي. وقف يا شاب. يا بنت وقفي، عم بحكي معك. وقفي لشو؟ ليش هيك عم تساوي العمى؟ قومي لنلعب مصارعة. قومي. لا معلش نحن مرتاحين هيك. خود بقى. لا تجن. المتسطح تحت الشمس اي رح تنشوي. قومي. قومي بقى قومي. شو جنيت انت؟ نزل ايدك. شو دخلك فيني انت؟ شو اجيت لهون لتتسطح؟ انت مجنون شي؟ العمى شو تنابل؟ يا شباب رح تكونوا انتوا اثنين سوا. هو هلا رح يحملك وانا بحمل هيلين وبعدين بنتصارع. هي هيلين؟ ايه والله عن جد هي. عفوا بس انت من وين بتعرف الانسة هيلين وشلون؟ انا بعرفها. صلحت لهم سخان المي. انا بشتغل الشغله هوايه، تعرفت عليها بالبيت يعني هيك شيء. ليك بدي انصحك نصيحه مهمه بس معلش لا تفهمني غلط. هي رفيقتك السودا مثل البقره عن جد، رح تعيشك بجحيم. انا برايي تتركها وترتاح. عم اقول لك من هلا. يلا. لك ايه؟ يلا لك ايه اقوى. لك ايه مشي بسرعه. ليكي رح توقع بين العالم. ظريفتي. اعطيني اياه خليني اشوفه. شو هاد؟ لك برافو. شفت؟ شو مفكر حالك عم تعملي؟ سبحتي على جذع شجرة ولعبتي مصارعة بمكان عام؟ عم تسلى نوران. عم تتسلي مع شوفيرك هيلين؟ وشو المشكلة؟ وعم تسأليني المشكلة شو؟ شخصين نطوا على يختي وأنا ما بعرفهم منوب، وأنت لعبتي معهم مصارعة. هيلين رح نتزوج عن قريب، لازم تكوني راكزة أكثر من هيك. اسمعني أنا بالأصل راكزة يا نوران. هلا أنت راكزة هيلين؟ كان الزلمة حاملك على كتفه، أنت اللي سمحتي له يتصرف معك هيك. خلص عن جد خلقي، وصلني على البيت. شوفي أنا ماني شوفير عندك ست هيلين. والله جد؟ لكن لو سمحت صف على اليمين بدي انزل. طيب خلص لا تتسرعي بشي هيلين. انا ما عم اتسرع نوران. اسمع رح اقول لك شغله، انت ما بتعرفني ولا بتعرف ابي بالمره، تمام؟ وهلا صف على اليمين لو سمحت. نوران يلا وقف. نعم شوكات. لا تطلعي بالتاكسي. كيف؟ طلعي وراك. شلون؟ كمل طريقك لا تواخذني. شو القصة؟ ما وصلك العريس؟ سوق ولا تسأل. لوين؟ وكمان لا تسأل.
هالمكان كتير حلو، مو جاي عليه من قبل. بزمانهم قالوا له لأبي عدي، قالوا له في محل تجاري بجوز يعجبك وكتير رخيص، بس مع الأسف ما اشترى. لو اشتراه بوقتها صار الوقت المناسب كان هلأ هالمحل لنا. انت شو رأيك بالموضوع؟ الله يسامحه. نعم كان لازم اعمل من اول. ايه عفوا. ايه طبعا. شراب؟ لا شوكات. شراب، ايه جيب لنا شراب. تكرم عينك. وجيب لنا مقبلات، وسمك، ولا لك جيب المقبلات بالاول بعدين منقرر مشان السمك. وجيب شمعة، ايه جيب شمعة. تكرم استاذ. شمعة؟ ايه شمعة للطاولة. تعرفي ليش ما بحب الملاكمة بنوب؟ يا ستي لانه اللي بيخسر بيضل على الارض، واللي بيربح بينحمل على الكتاف. يعني المفروض انه اللي بياكل القتلة هو اللي بينحمل على الكتاف. ما عم افهم عليك شوكات، يعني انت طلبت شمعة وهلأ عم تحكي عن الملاكمة. معك حق، شو لازم احكي مشان تفهمي علي وتشاركيني بالحديث؟ طيب ماشي، قلي شو ما بدك. خلينا نحكي عن شي تاني، مثلا عن المصارعة. فيكي تحملي شريكك على كتفك بمصارعة الجمال، في صراع موجود من اجل الحياة، لا ربح ولا خسارة، بيوقعوا اثنين سوا مع بعضهم، شي بيجمع اثنين يعني. انت كأنك عم تحكي عن الزواج؟ يعني ايه نوعا ما. شوفي تصرفات الصبي اللي رح يكون عريسك، كل شي عملناه انه سبحناه على جذع شجرة ولعبناه مصارعة جمال، قام بهدلنا وعيط وما خلى علينا ستر مغطى. هي الحياة المشتركة. من وجهة نظره هو معذور شوكات، لأنه بغار منك. بغار مني أنا؟ ليش؟ يعني لأنه منتسلى سوا ومنقضي وقت حلو مع بعضنا، بتوقع مشان هيك. ايه بس نحن دائما بنعزمه معنا، هو اللي ما بده بينام باليخت مثل الدواب. يعني لو قال انه بدي يروح معكم ما كنت رفضت انه يجي، بس هو اللي ما بده. مستحيل انه يجي، ما بيحب يخسر جاذبيته. جاذبية؟ يا بنت، الجاذبية بالعيون مو بشي تاني. معقول هذا يكون رأيك؟ الروعة مو باللي بتشوفيه، الروعة بنظرتك. شو بتشوف لما تطلع بعيوني؟ شايف رح تتزوجي بعد يومين، ابوك المريض مأمن عليك. شو بدي احكي يعني؟ شو يعني؟ وقت بتطلع فيني بس بتشوف اللي قلته؟ بنت